السلام عليكم حباباتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا في الفيديو تاع اليوم حبيباتي جيت نشارك معكم هاد لي طاختولات بذوق الشوكولا بزاف 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 بنين بكريمه خفيفه حبيباتي، وواحد لاباط تجي تذوب ذوبان في الفم كما راكم تشوفوا فيها. حشيتهم هنايا بالبنان يجوا ولا اروع. شوفوا غير جربوهم في السهرات الرمضانيه ان شاء الله وعينيكم مغمضين، يجوا بزاف بزاف خفاف وبنان. تبعوا معايا الطريقه والوصفه، نروحوا نبداو بسم الله. عندي هنايا 125 غرام تاع الدهان كما راكم تشوفوا. زدت له نص كاس تاع سكر غلاس. هنا تقدروا تعوضوا سكر غلاس بسكر عادي، بصح لازم تذوبوا داك السكر مليح مليح، تقعدوا تخلطوه حتى يذوب لكم. انا هنايا درت سكر غلاس كيما شفتوا 125 غرام مع نص كاس تاع سكر غلاس. زدت لهم 2 مغارف كبار تاع الزيت، نزيد لهم حبه تاع البيض. قلت لكم عجينه هذه انا ما نستغناش عليها في الطاختولات، تجي بزاف بزاف ناجحه 100% وبنينه. زدت هنايا لافاني، تقدروا تستغناو عليها خاطر غادي نديروا الكاكاو. وزدت رشه تاع الملح تاني ما تنساوهاش هكا باش توازن لكم الذوق. نخلط كاع المقادير هكا بيدي. تبغوا تستعملوا الباتير استعملوا الباتير، يبقى لكم الاختيار. هنا يا حبيباتي الدهان تاعكم ولا المارغرين تاعكم من ديروها بحراره المطبخ باش هكا تجيكم طريه ما تغبنكمش في الخدمه. انا شويه كانت عندي بارده على ديك شويه غبنتني كما راكم تشوفوا فيها. نتوما ديروها تكون طريه باش هكا بالخف تتخلط معكم. هنايا زدت مغرف معمره تاع الكاكاو بهذا الشكل، ونبدا نلم في العجينه تاعنا بالفرينه. هنايا احتاجيت في العجينه تاعنا 2 كيسان تاع الفرينه. ضفت الكاس الاول، زدت هنا رشه خفيفه، شوفوا قل من ربع تاع المغرف صغيره تاع الخماره، غير رشه خفيفه هكا غير باش يجونا خفاف لي طاختولات تاعنا. ما غاديش نحتاجوهم باش يخمروا لنا، ولا غير رشه خفيفه حباباتي تاع الخميره الكيميائيه. درت الكاس الاول وراني نخلط مليح مليح، ما تعجنوش لاباط تاعكم، غير لموها كيما نديروا لاباط صابلي عادي حبيباتي، بات صابلي عاديه. هنايا زدت الكاس الثاني، شفتوا قسمته على 2، درت النص الاول وزدت النص الثاني. هذه العجينه ادات لي 2 كيسان فرينه حبيباتي كيما راكم تشوفوا. ونلم لاباط تاعي مليح مليح، نتحصلوا على عجينه تكون طريه بصح تكون شاده روحها، ما تكونش تتلصق في اليد، باش هكا لي طاختولات تاعنا كي نديروهم في الفور ما يهودوناش وما يطيحوناش، يجونا شابين كيما خلوهم كيما نصيبوهم. هنايا غطيتها كما راكم تشوفوا في درتها في السيلوفان ونخليها تريح لي حوالي 10 دقائق ونبدا نخدم بها. انا خليتها ريحت لي قد ما غسلت هذاك الريسيبيون كاع وعاودت وليت ليها. انا هذه هي الطريقه اللي تساعدني واللي نديرها. ما نبغيش نديكورا ونقعد نبسط فيها على في لي مول تاوعي، نبغي هكا نحل باش يجيني كاع السمك تاعهم كيف نحل غير بالكره صغيره فوق بابي، فوق هذاك السيلوفان ولا فوق ساشي ولا اللي تكون عندكم، ولا بابي كويسون ولا، ونرفد هذيك العجينه ونحطها فوق لي مول تاوعي. هذه الطريقه زعما انا مساعدتني بزاف، وخير ملي نحل كاع العجينه ونبدا نطبع فيها ومن بعد نلمها ومن بعد. هذه الطريقه حبيباتي غير جربوها، احسن طريقه عندي. وصدقوني كيما تحطوهم كيما تلقاوهم ما غادي لا يهودوكم لا والو، في الفور يقعدوكم هما. هنايا كيما شفتوا سقمتهم، حسيت روحي هدرت بزاف غير هكا باش تفهموني. شوفوا هنايا في الاطراف قعدوا تضغطوا هكا مليح 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 باش اللي طاختولات تاعكم يديولكم هذيك لا فورم تاع ليمول وما يهودوكمش الاطراف تاعو في الكوشه كيما راكم تشوفوا. الضغطوا مليح مليح. هنايا عاودت معكم حبه واحده اخرى. شوفوا هذه غير العجينه اللي بقات لي، نزيد عليها كميه شويه ونبدا نحل فيها. هنايا ديروا من الفوق شويه تاع الفرينه هكا باش ما تسقلكمش، رشه تاع الفرينه وحلوها. قلت لكم هذه الطريقه ما تبداو لا زعما تحلوا لا والو، تجيكم كاع سمك واحد كاع ما تغبنكمش، تما تقلعوا غير الزوائد، هذا ما كان. شوفوا الطريقه بزاف سهله. وهنا نقلع الزوائد ونبدا نضغط في الوسط في الجوانب بهذا الشكل. الفيديو راه يوضح لكم. وهنا حبيباتي قلت لكم الجوانب تضغطوا عليهم مليح مليح. شوفوا كي راني نضغط باش هكا حبيباتي في الفور ما يطيحوا لكمش كيما راني نقول لكم.
انا حقت ربي هذه العجينه نستعملها من بكري، وعمرها الا هودت لي ولا نتفخوا لي في الوسط، ولا دائما تجيني ناجحه ما شاء الله. ومن بعد ثقبتهم كيما راكم تشوفوا، ثقبوهم شويه بالفاشيطه، ودرتهم حوالي 5 دقائق في الكونجيلاتير، ما تفوتوش 5 دقائق، ودخلتهم للفور. هنا الفور كان مسخن مسبقا، شعلت لهم غير من تحت حبيباتي، ما شعلت لهمش من الفوق، خاطر ديجا الكاكاو تنشف وكاع. وهنا يا حبيبتي كي تدخلوهم للفور نقولوا حنايا هكا واحد 4 دقائق ولا، وعاودوا حلوا عليهم. الا لقيتو كاش حبه ولا عاد تفخت لكم من الفوق، يعاودوا هكا تضغطوا عليها، تعاود لا فورم تاعها، لا فورم تاعها ترجع، تحسوها باللي انتفخت لكم في الوسط، عاودوا تضغطوا غير شويه عليها، تعاود لا فورم تاعها ترجع عادي. قلت لكم 4 دقائق، وعاودوا حلوا عليها الكوشه وشوفوا. وهنايا التارتلات تاعي كيما شفتوهم بعد ما بردوا لي، خليتهم على جهه ورحت نحضر الكريمه. هنا الكريمه حتى جيت فيها نص لتر تاع الحليب، 3 مغارف تاع المايزينا، ومغرف تاع الكاكاو، ودرت 2 مغارف تاع السكر. هنا اللي تبغي الحلاوه بزاف دير 3 مغارف تاع السكر حبيباتي، يبقى لكم الاختيار. انا درت 2 مغارف تاع السكر كيما راكم تشوفوا، خلطهم بارد في بارد، مليح 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 مليح. ومن بعد رحت درتهم فوق النار، ما نحبش التخلط، نقعد غير نخلط حتى نحس باللي الكريمه تاعي تقالت لي. شوفوا هنا القوام اللي تحصلوا عليه، كريمه ولا اروع. هنا الكاكاو تاعكم حبيباتي من ديروها غربلوها باش هكا ما ديرلكمش هذوك الحبيبات. كيما شفتوا هنا بعد ما تقالت لي درت لها مغرف صغيره تاع الدهان، وزدت لها هنايا حوالي 50 ولا 60 غرام تاع الشوكولا سوداء. ديروا شوكولا سوداء باش هكا ما تجيكمش الكريمه تاعكم حلوه بزاف. من احسن ديروا شوكولا سوداء، ما من اللون تاعها يجي، اللون تاعها يجي فونسي، ماشي كيما ديروا شوكولا بالحليب تجي اللون تاعها كلير، ونزيدوا نطلعوها بلا شونتي وكاع زيد اللون تاعها يولي كلير بزاف. شوفوا هنا كي ديروا شوكولا سوداء تحسوا بلي اللون تاعها راه شباب، راه شوكولا، وهذيك هي كي نزيدو نضربوها شويه يفتح اللون، بصح تقعد شابه. كيما شفتوا هنايا نديرها في ريسيبيون ونغطيها اون كونتاكت. ديروا هكا ساشي ولا، وديروها تلامس هذيك السطح تاع الكريمه باش هكا ما ديرلكمش هذيك القشره، وخلوها تبرد لكم. انا هنايا حبيبتي الكريمه هي اللي خدمتها الاولى، نتوما من الافضل تخدموا الكريمه الاولى باش تخلوها تبرد لكم. انا غير في المونتاج بدلت، انا خدمت الكريمه هي الاولى وخليتها بردت لي لا جهه، ومن بعد ما جيت نكمل هذوك لي فون دو تارت تاعي لقيت الكريمه صاي بردت لي. شوفوا هنايا بعد ما بردت لي كيما راكم تشوفوها تحسوها باللي شدت روحها كيما راكم تشوفوا فيها. نخلطها شويه بالباتر باش هكا تطلق روحها كيما راكم تشوفوا. وهنا لازم 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 تكون بارده مليح مليح مليح، خاطر غادي نزيدوا عليها لا شونتي، ولا شونتي كي تكون خالط يكون حامي ما غاديش تطلع معانا. زدت لها نص كاس تاع الشونتي حبيباتي، ونبدا نخلط مليح مليح حتى الخليط تاعي ضاعف الحجم تاعو. شوفوا هذه الكريمه تجي بزاف بنينه، تقدروا ديروها في لي طارتولات كما تقدروا ديروها في لي فيغين، تجي ولا اروع، بزاف بزاف بنينه، حتى لي طارت قادر تخدموهم بها. كما راكم تشوفون نقعد نخلط نخلط حتى نحس الكريمه تاعي طلعت. وهنا على قلت لكم ديروا شوكولا نوار، شوفوا اللون تاعها كي يولي ينفتح شويه، بصح كون ديروا بالحليب تجي اللون تاعها بزاف كلير. هذه هي الكريمه تحصلنا عليها، شوفوا تجي بنينه بنينه وخفيفه. نروح نديرها في لابوش باش هاكا نبوشي بيها، والشكل تاعها يجي بزاف شباب، وتجي زعما ماشي مرخوفه، تجي شاده روحها وشابه. هنايا تبقى لكم الاختيار، تبغوا ما ديروش هذه المرحله حبيباتي ما ديروهاش. انا كان عندي شويه بنان هنايا، غير حوالي حبه هكا ولا حبه ونص تاع البنان، قطعتها شرائح كيما راكم تشوفوا، ودرتها هكا من تحتها، ونزيد عليهم مغرف تاع كراميل. هنا كراميل تبغوا زعما تزيدوا شويه، انا ندمت لي زعما لي ما زدت شويه كراميل قللت. نتوما تقدروا ديروا هكا 2 مغارف صغار تجي الذوق تاعو بزاف شباب. درت انا غير مغرف كيما راكم تشوفوا، ما بغيتش نكتر بزاف. ونروح نبوشي هذيك الكريمه من الفوق كيما راكم تشوفوا. وشوفوا حبيباتي لي فون دو تارت تاوعي الشكل تاعهم ما تغير ما تبدل ما والو، ما هودوا لي في الجوانب ما والو، قعدوا هما كيما راكم تشوفوا فيهم. زعما غير جربوا هذه العجينه وعينيكم مغمضين ما تخافوش كامل منها. شوفوا هذيك الكريمه كي نبوشيها قلت لكم تجي تشهي شكلا ومذاقا، تجي بزاف بنينه.
هادو يكون عندكم الضياف هكا جايين في رمضان ولا غير جربوهم بزاف بنان. وحتى زعما هكا اللي يكون عندهم دروك زعما يجوكم خطابه ولا يجوكم حاجه ولا يجوكم هكا ضياف يكونوا واعدينكم ولا زعما هادو تقدوا تجربوهم وتحطوهم مع الجي يجي بزاف بزاف بنان. وهنايا حبيباتي بعد ما بوشيتهم نروحوا للتزيين. هنايا حبيباتي مشي كاع هادو الحبات اللي تحصلت عليهم انا جاتني حوالي 16 ولا 17 حبه هكا تاع لي طارتولات. هنايا التزيين قطعت هنايا الحبه تاع البندق بين زوج، درت تزيين بسيط جدا. وهنايا كان عندي شويه تاع قرقاع فتتها بهذا الشكل، زدت درتها في الجنب هكا، وزدت كانت عندي شويه شوكولا تاني درتها في الجنب. تزيين بسيط جدا حبيباتي ويجوا بزاف راقين وشابين وبنان. وشفتوا المقادير تاعهم بسيطه جدا ما فيها حتى حاجه اللي مكلفه. هنا كما قلت لكم البنان ولا تقدروا تستغناو عليه، اللي ما يكونش عندها تقدر ما ديرهش نورمال عادي، بصح زعما غير هو يزيد لنا في البنه وصاي. هذا هو التزيين اللي درته حبيباتي، بسيط وشباب وراقي، يجوا كما راكم تشوفوا يجوا بزاف شابين شكلا ومذاقا. هذيك الكريمه ما تشبعوش منها. هنا خلوهم يبردوا وروحوا حطوهم لضيافكم يجوا ولا اروع. تقدروا ديروهم غير العائله تاعكم، ماشي شرط يكونوا عندكم ضياف. دوك نقسم معكم حبيباتي حبه هكا باش تشوفوها كي جاتنا من داخل. شوفوا هنايا تقدوا حتى اللي تبغي هكا ديرهم مشروع وتبيعهم يجوا بزاف بزاف شابين، يجوا بزاف شابين ولا اروع كما راكم تشوفوا فيهم الشكل تاعهم شحال يجي شباب كيما اللي نشروهم من برا. قلت لكم دوك نقسم معكم حبه باش تشوفوها كي جاتنا من الداخل. هذيك لاباط تجي تذوب ذوبان في الفم حبيباتي، تجي هشيشه هشيشه. زعما غير جربوا هذه الوصفه وعينيكم غامضين ما تخافوش كامل منها. شوفوا هذيك الطبقه تاع البنان والكراميل تجي ولا اروع، تزيد لها بنه على بنه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم حبيباتي. اللي دخلت عندي جديده للقناه ما تنساش ديري ابوني وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. ومع السلامه حبيباتي.